اشتريت اواعي للعيد لاولادك وكم حطت ميزانيه للشراء؟ انا اشتريت الحمد لله، يعني اشترينا، هي بس مساله الاواعي وفي ميزانيه، احنا بنعرف شو بيجي معنا. انت بتشتغل نص الشهر تاخذ من الشهر اللي وراه، وهيك لما يجي يحكي لك حد الادنى للاجور 290 دينار، وحجم طقم الاطفال حقه 40 دينار. يعني اذا عندك ولدين بدك تشتري ب 100 دينار بدون المره. يعني اذا بدك تشتري لهم فيش راتب شهر، يعني ما في اكل، ما في شرب، ما في مواصلات. فايش بدك تسالني؟ ما في يعني اقتصاد، ما في بدك اسعار رخيصه، ما في. تيجي للتاجر والله يعينه التاجر، بتيجي عليه بقول لك الجمارك عاليه، بالفعل الجمارك عاليه. بتيجي بدك تشتري بنطلون لطفل، تمام، 10 دنانير. لما بدك تشتري لصبيه او لست مع شالتها مع هاد بدك 100 دينار. وانت بتحكي له اخر شيء الراتب كله 300 دينار، واجار البيت 200 دينار. يعني ما في اقتصاد، ما في. هيك تيجي معنا هيك ميسره هيك. اذا بتسالني كيف بقسمها ما بتتقسم. طب كيف راح ترتب امورك في العيد؟ والله ما بعرف، اذا انت بتعرف انا بعرف. لحالها هيك بتيجي معك، بضلش معك، بتضلك نايم في الدار عادي. ما احنا خلص بلدنا عيد على عيد، بلدنا مش زي زمان لازم نطلع ولازم ما بلدنا عادي. الصبحيات بتضلك نايم عادي، بدكش تروح ما تجيب شوكولاته ما تجيب قهوه عادي، ما في مشكله. كانت ايام رحمه صدام واخذناها حجه، يعني ما زبطتش معنا ضلينا نايمين. ما في اقتصاد، شو بدك تشتري كيلو الحلو اللي منيح 12 دينار صديقي. ما في شغل، ما في اقتصاد، ما في. بدك اقتصاد بدك تخفف جمارك. خفت الجمارك هينا اشتغلنا، بدون ما تضلها جمارك عاليه بكل القطاعات، صناعيه تجاريه. خفف هينا اشتغلنا، بدون هيك ما راح نشتغل نهائيا. ما راح عمرها احنا تصير تحس انه في عندك دخل بدون يضلوا عندك الاقتصاد ماله جمارك. الجمارك بعطيك الجمرك بجمركك وبعدين باخذ منك 16% مبيعات. انت جمركتني، طيب خلصت جمركك تاخذ مني كمان 16 مبيعات. طب ايش يعني هلا 16 وجمرك على القطعه ماخذ 30% ل 35 من قيمه القطعه من التاجر اللي حقها دينار 35 قرش ماخذ عليها، غير مستودع التاجر وغير هذا. فصارت 50 جايبها من الصين 5 بدي يبيعك اياها ب 10 عشان توفي معه. هاي هي.